بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل الفانوس سوا. اول حاجه هنعملها طبعا احنا هنبداها من القاعده ومن بره لجوه. هتشتغلي باللون اللي انت عايزاه بالمقاس اللي انت عايزاه والخيط المناسب ليه ان هو يخليه كويس مشدود. تمام. انا اشتغلته المره اللي فاتت بالخرزايه اللي هي السداسيه اللي هي دي. هشتغله المره دي معاكم بالخرزايه المدوره وبخرزايه 8 كمان، مش بخرزايه كبيره. فحاجه ترجع لك زي ما انت عايزه وتحبي، ما تقيديش نفسك بحاجه وما تقيديش نفسك بخرز. كده هو انا عملت 4 وربطتهم 2 لون و2 لون. انا قفلت الخيط بتاعي من الخرزايه اللي هي الفاتحه. عايزه تعملي صف لون وصف لون اللي يريحك، عايزه تعملي كله ساده والحروف بتاعته ملونه زي ما انا عملته برضو اللي يريحك زي ما انت عايزه. هحط 2 في ناحيه، ده طبعا الشغل اللي هو بفتلتين، واحده في ناحيه. بعدي الخيط بتاعي من اول خرزايه بالشكل ده. تمام. لو بشتغل بفتلتين، لو بتشتغلي بفتله واحده طبعا انت عارفه ازاي تشتغلي الغرزه الرباعيه العاديه بفتله واحده. وبعدي الفتله بتاعتي من الناحيه التانية من العقده اللي انا عملتها بالشكل ده، وهسحب معايا الخيط وادخله في نص الخرزايه الفاتحه. اخلي بالي دايما لو انا هعمل من جوه فاتح ومن بره الغامق ان انا بفضل دايما اخد الخرزتين الفاتح من جوه واخد خرزايه واحده بس غامق. هعمل قد ايه بالشكل ده؟ انا عامله في التاني كل جنب 8 مربعات، بس خلي بالي ان انا في المربعه الاولى عندي 2 لون و2 لون. برضو لازم في كل ركنه، هما 5 ارقام، في كل ركنه عندي هيبقى عندي نفس الحكايه. لما اجي ابص لها هيديني 2 لون و2 لون بالشكل ده كده. تمام. واسحبها اهي وادخلها جواها كده، بقى عندي 3 غرز. ياخد واحده غامقه. تمام. وبياخد الاتنين الفاتحين في الجنب التاني، ياخد اتنين فاتحين هنا ماشي، ونزل معايا الواحدة الغامقة لتحت اهي بالشكل ده. ممكن اعديها كده، يعني ممكن اعمل حلقة، ممكن اعديها من على الخيط وارجع ادخلها في الخرزية الفاتحة. ممكن اسهل على نفسي الشغل بكذا طريقة، ما ايدش نفسي بطريقة حد ولا بشغل حد ولا بشغلي ولا بشغل اي حد، انا وحسب ايدي ما بترتاح في الشغل اهي. واحط الواحدة الغامقة. تمام. والف الخيط عليها واعديها من الخرزايه بالشكل ده. واظبط ايدي واشدها كويس. طبعا احنا عارفين ده فانوس يعني بيحتاج شد، مش محتاج ايدينا تبقى مرخية فيه عشان يبقى ظابط نفسه وكويس. انا قلت ان انا عاملاه في الكبير 8 وردات في الجنب. هنا معايا ادي 1 2 3 4 5 6. هعمله نفس الحكاية بس طبعا هو هنا هيبقى صغير مش هيبقى كبير عشان حجم الخرزاية طبعا بتفرق. هعملهم لحد ما يبقوا معايا كام واحدة،
8. في حاجة انا عايزة اوريها لكم في الجنب لما نوصل لها، عشان هي دي اللي هتخلينا نحود الجنب التاني. احنا مش هنمشيهم بالطول، لا هو يعني شكل بدل ما هو رباعي الاضلاع خماسي الاضلاع، زي ما بتشتغلي مثلا فانوس مربع. بس احنا طبعا لو بدأتي الفانوس المربع بالكورنيش بتاعه من تحت لفوق، ممكن هيبقى بنفس الطريقة. كده معايا كام واحدة؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7. هاجي في دي بحط الاتنين، دي التامنة بقى بتاعتي، احط الاتنين من بره من الفتلة اللي هي العكس اللي انا كنت بحط فيها الواحدة، واحط الواحدة من جوه. اديني كده في دي، بس في الغرز اللي هي في الاركان انا ببدلها ليه؟ عشان لما اسحبها تخش معايا الخيط لجوه، فابدا اعمل الركن التاني بالشكل ده اهو. فلما اسحبها اهي، اسحبها هتطلع معايا الخيط لفوق، كاني بطلع دور جديد لفوق بالشكل ده اهي. شايفينها اهي، بقى الخيط معايا لفوق. وادي كده عندي ادي 1 2 3 4 5 6 7، ادي 8. بدايتهم 2 ملونين من هنا، ونهايتها 2 ملونين. كده انا بعمل صف جديد، يبقى ده بدايته. كده انا عندي اهو الاتنين ملونين من هنا، وادي الاتنين ملونين من جوه. انسي اللي انت عملتيه ده، كأنك